انا اولى بالمال ده وعماله تتكلم وتتخانق. دي يعني في الايه، دي حاله الحاجات لكن في حاجات تانية، في قضيه شاذه بقى وما اكثرها للاسف الشديد. من بينها احدى النساء زوجها مريض، وانت فاهم طبعا كلامي، مريض في ايه، فما كان منها تقول بنفس العباره: الاسلام دين رحمه وربنا لا يقبل الظلم ابدا، وانا عشان كده بحقق رغباتي عن طريق اخر. قلت لها عن طريق اخر يعني ايه؟ عن طريق رجال؟ قال لي طبعا. قلت لها طب ومش خايفه احسن جوزك يجي يظبطك في الشقه يقتلك ويقتل معاكي؟ قالت لي لا، ما بيحصلش الكلام ده في الشقه، ده عند امي. وفوجئت امها الاخرى بتكلمني. امها بتكلمك بقى؟ امها بتكلمني بتقول لي يا دكتور بلاش القسوه بتاعتكوا دي، حرام عليكم. ده في مصر يا دكتور صبري؟ ده بيحصل؟ ده بلاوي في مصر. ايوه يا سيدي، بلاوي. انا عندي وفي بلاوي القاهره. بتقول لي حرام عليكم، ازاي بنت تبقى عايشه تعبانه مع جوزها وتقول لها ان الفعل ده حرام؟ ربنا ما يقبلش بالظلم ولا يقبل بالقسوه ابدا. يعني بنت تعبانه ما تريحش نفسها؟ لا تريح. طيب تيجي بقى فقعدت اكلمها طبعا، اكلمها ما فيش فايده، مش عايزه. قلت لها يا ست طب تساليني ليه؟ ما دام انت مقتنعه بهذا خلاص انت حره. قالت لي انا بس انا بقول ان اللي بتعمله بنتي ده حلال 100% وربنا مش هيحاسبها على حاجه ابدا، انها مظلومه. استاذ احمد